إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. خطير النادي الاهلي، اول فرصه اول جول، فرصه كبيره والهدف الاول يضيع بطريقه غريبه، بطريقه عجيبه من الشحات. كره الواحد اكثر فريق في تاريخ البطولات الافريقيه قبل المساروه بعد الترجي الرياضي التونسي. الترجي هو الاكثر مواجهه للانديه المصريه في البطولات الافريقيه، 41 بعد الشام كاس افريقيا الاندر 20 للشباب. كره توصل وموصوله للحارس 27 وتدخل قوي بامتياز من الدفاع السوداني على عليا. 13 تعادل و9 انتصارات سودانيه. اخطر ثاني كره في اللقاء، هاني ينطلق من الكولوار الايمن ادى بهدف. كره خطيره والحارس الشناوي يتصدى. الهلال تحسه يهاجم في الشوط الثاني وخطيره بالراس والحارس يتالق شناوي. اول كره خطيره من الفريق الهلالي. النادي الاهلي عكس هذا تماما، في يخير مباريات النوك اوت مباريات رايح جاي. الشوط الثاني ينطلق على افضليه الهلال، استثمار الكره، استثمار اللقطه بتسديده خطيره. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال. ملايين ولا تسد ولا ترد. يحط الكره في الشبكه ويسجل 1-0 لنادي الهلال. قذيفه لا تصد ولا ترد، كره عرضيه في الكره الحديثه، في كره الالوان، ازرق اللون، يتقدم على الاهلي 1-0. 1-0 في كره ملعوبه ممتازه. 1-0 للهلال. كره حقيقه كانت ارجو لامين يراوغ، لامين يوزع خطيره والدفاع في صالح الحكم لظفر مرتاح، خطيره جدا. مراوغه ضربه جزاء، بينالتي لهلال الملايين. هلال السودان ينفجر. هلال قدم جلودي وضيعها، ولكن مرة ثانية يضيعها جلودي بذكريات الموسم الفائت. مش ممكن العملاق يكفر عن ذنب الهدف اللي يتحمل مسؤوليته ويرجع الاهلي في الماتش. جلودي يضيع كرة الثدن. هذا جلودي خرج راس كرة خطيرة والثاني هدف عالمي رغم الاوفسايد، لكن ما هذا يا غراب،